عليكم ورحمة الله. طلاب سنة 5 ابتدائي، أهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وتكونوا بتذاكروا الامتحانات العربي والدين اللي عليكم إن شاء الله في أول يوم في امتحاناتكم، في امتحانات الفصل الدراسي الأول. بنساعدكم إن شاء الله على المذاكرة وهنسهل لكم المادة شوية بإن احنا بنجيب لكم أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلك في الامتحان. فمعانا في الفيديو ده نموذج استرشادي تاني متوقع إن شاء الله لمادة اللغة العربية. هنحله مع بعض ونشوف أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلك في المادة بإذن الله. هنبدأ مع بعض بالسؤال التالت اللي هو النص الأدبي. هنقرأ النص الموجود ونحل الأسئلة الموجودة فيه. في أجازة نصف العام ذهبت أنا وأسرتي إلى قريتنا في صعيد مصر، وقد أقمنا هناك 3 أيام والتقينا بأهلنا وأصدقائنا، وقمنا بجولة للتعرف على أهل القرية الذين كانوا يرتدون ملابس مميزة، حيث كان الرجال يرتدون ما يسمى بالجلبية البلدي والعمة والشال، أما نساء القرية فكن يرتدين الجلبية والطرحة السوداء. وكان أهل القرية يشتهرون بالكرم الشديد وحسن الضيافة، حيث قدموا لنا بعض الأكلات اللذيذة منها البتاو والكشك. وكانت الرحلة ممتعة، حيث تعرفنا على بعض عادات الصعيد وتقاليده، ومنها الالتزام بالكلمة واللجوء إلى كبار السن لحل الخلافات. هنحل الأسئلة الموجودة على الفقرة. مرادف جولة، هل معنى جولة دي زيارة، دراسة، سفر، هجرة؟ طبعا معناها إيه؟ معناها زيارة، الاختياري الأول زيارة. مضاد الكرم، الأنانية، البخل، الطمع، الغش. مضاد الكرم البخل، عكس الكرم البخل. رقم ب، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أقامت الأسرة في صعيد مصر 4 أيام. دي عبارة إيه؟ دي عبارة خطأ، لأنهم أقاموا 3 أيام فقط. 3 أيام يبقى دي عبارة غلط. يلجأ أهل الصعيد إلى كبار السن عند الخلافات. طبعا دي عبارة صحيحة، ولو رجعنا للفقرة هنلاقيها موجودة في الآخر خالص. رقم ج، ما عادات وتقاليد الطعام التي وردت في الفقرة؟ هنقول ايه؟ هنقول الكرم وحسن الضيافة، تشتهر ببعض الأكلات مثل البتاو، والايه ويشتهروا أيضا بالالتزام بالكلمة واللجوء إلى كبار السن لحل الخلافات. دي كده إجابة السؤال رقم ج. هنروح اللي بعد كده السؤال الرابع اللي هو نص معلوماتي. هنقرأ النص اللي عندنا برضو ونحل الأسئلة الموجودة عليه. إذا أردت أن تزور العالم كله مجانا فاللغات تمنحك ذلك، فمثلا قد تجعلك اللغات تكلم شخص يعيش في إنجلترا وأنت جالس في مدينتك، مما يحدث بينك وبينه تبادلا لغويا وثقافيا واجتماعيا، وقد يدعوك هذا الصديق لزيارته أو تدعوه أنت لزيارتك، فتنشأ علاقات بين عائلتك وأصدقائك وعائلته وأصدقائه، وقد تنهي الحديث مع هذا الشخص وتتكلم مع شخص آخر من بلد آخر، وهكذا تنتقل من بلد لبلد وأنت في منزلك. وبهذا يتضح لك أن اللغة للإنسان كالطائرة للمسافر، إذ تتيح لك القدرة على الطيران أينما تريد في الوقت الذي تريده. ده كده الفقرة. الأسئلة الجاية عليها معنى تمنح، تكرم، تعطي، تساعد، تكافئ. تمنح معناها تعطي، الاختيار التاني. مضاد القدرة، التعب، العجز، المرض، الضعف. القدرة مضادها العجز. أي من فوائد تعلم اللغات التالية لم يرد في الفقرة؟ يعني عندك مجموعة من الفوائد كلها جت في الفقرة ما عدا واحدة، فعلينا ان احنا نطلعها. توسيع المعرفة الثقافية، ولا تنمية العلاقات الاجتماعية، ولا تحسين المهارات اللغوية، ولا تعزيز المهارات الرياضية؟ أي من فوائد تعلم اللغات التالية لم يرد في الفقرة؟ هنلاقي ايه؟ تعزيز المهارات الرياضية، الاختيار الأخير. أكمل الجملة التالية. لتعلم اللغات فوائد كثيرة، منها إيه؟ منها توسيع المعرفة الثقافية، مهارات التواصل الاجتماعي، مهارات التحدث باللغات المتعددة. كل بقى الفقرات اللي موجودة عندك في الفقرة فوق هتكتبها هنا، أو كل الفوائد يعني. السؤال الخامس شعر. هنقرأ الشعر الأبيات الشعرية مع بعض ونحل. ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، ولكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة، وكل عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب. دي كده البيت الشعري أو الأبيات اللي عندك. مرادف سيؤوب، السؤال الأولاني تغير الإجابة الصحيحة ألف. مرادف سيؤوب، هل يطوي، يرجع، ينتهي، يستقر؟ سيؤوب مرادفها يرجع، مرادفها يرجع. معنى سيؤوب معناها يرجع. مضاد يأس، مضاد يأس أمل، حلم، سعادة، قوة. طبعا يأس مضادها أو عكسها أمل.
هات من الأبيات السابقة ما يلي تعبير مجازي. تعبير مجازي هنقول يا وطني لقيتك بعد يأس، يا وطني لقيتك بعد يأس. السؤال السادس، تخير الإجابة. قواعد نحوية يعني سؤال النحو. تخير الإجابة الصحيحة. أسرع الطبيبان نحو المريض. كلمة الطبيبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا إيه؟ هل الضمة، ثبوت النون، الألف، الواو؟ الطبيبان هنا مرفوعة بالألف. مرفوعة بالإيه يا ولاد؟ بالألف. يبقى الاختيار الصح يكون التالت، الألف. يحب الناس المثقفين. كلمة المثقفين منصوبة وعلامة نصبها. هل علامة نصبها الياء، الكسرة، الألف، الفتحة؟ علامة نصبها هنا هتكون الياء. ضع الاسم الموصول المناسب مكان النقط. وصل المتسابقان فاز. وصل المتسابقان هنا عايزك تحط اسم موصول بس مناسب للايه للكلمة. وصل المتسابقان اللذان فازا. اللذان فازا. أكمل. كافأ المدير المؤدبات. كلمة المؤدبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه هنا ايه؟ علامة نصبه الكسرة. الايه؟ الكسرة. كافأ المدير المؤدبات. المؤدبات هنا منصوبة بالكسرة. أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. المصريون يعملون بجد. حول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية. هنا بدأ الجملة عندك باسم اللي هو المصريون، عايزين نحولها لجملة فعلية فهنبدأ بفعل. هنقول ايه؟ يعمل المصريون بجد. يعمل المصريون بجد. السؤال السابع، خط. طبعا الخط يعني هتكتب الجملة اللي عندك تكتبها زي ما هي بخط واضح ومنظم. السؤال الثامن، املا. ما أروع آثار مصر. ده ايه؟ دي عبارة تعجب، فهنحط في الآخر علامة تعجب اللي هي العلامة اللي قبل الأخيرة اللي هي واحد وتحتها نقطة، دي علامة تعجب. قال المعلم تعاونوا على الخير. طبعا اللي بيجي بعد جملة قال أو يقول إلى آخره دي بنحطها ايه؟ اللي هي النقطتين اللي فوق بعض دول اللي هو الاختيار الرقم واحد أو الأول. كم كتابا قرأت. ده بادئ بكلمة استفهام كم، يبقى علامة استفهام. يبقى هنحط أول حاجة معاك هتحط علامة تعجب. التانية هتكون نقطتين اللي هما الاختيار الأول ده، والتالتة هتكون ايه؟ علامة استفهام.